أنا اسمي مي. من فترة قصيرة نقلت على شغل جديد. كنت محتاجة شقة صغيرة أعيش فيها لوحدي. فضلت أدور في كل مكان. الأسعار كانت نار، وكل مرة أقول خلاص مش هلاقي حاجة على قد ظروفي، لحد ما لقيت إعلان على النت: شقة واسعة وإيجارها رخيص جدا مقارنة بمكانها. اتحمست وقلت يمكن ربنا بعتهالي. رحت أشوف الشقة. العمارة كانت قديمة، حيطانها مشققة، والجو حوالين المكان غريب قوي. مفيش دوشة زي باقي الشوارع. قابلت صاحبة العمارة، ست كبيرة لابسة اسود، عينيها مليانة رهبة. طلعتني الدور التالت. وقفت قدام باب خشب مكسر، وقالت لي هي دي الشقة، لو عجبتك امضي العقد على طول. دخلت الشقة، شكلها قديم بس واسعة ونضيفة. الهدوء اللي فيها يخلي أي حد يرتاح، بس حسيت بحاجة مش مريحة، كأن الجو تقيل. سألتها: هو ليه الإيجار قليل كده؟ بصيت لي وسكتت ثواني وقالت: الشقة دي ما بترتاحش لحد، كتير سكنوا فيها ومشوا بسرعة. قلت لها يعني ايه؟ ردت وقالت لي: هتعرفي بنفسك. اترددت شوية، بس أنا كنت محتاجة مكان. أعمل ايه؟ مضيت العقد وأخدت المفتاح. أول ليلة في الشقة حاولت أرتب حاجتي وأنام بدري. حوالي الساعة كانت 3 الفجر، صحيت مفزوعة على صوت خبط، كأنه جاي من تحت البلاط. قعدت على السرير أركز. الصوت كان عامل زي أكن حد بيحفر بإيده. قلت يمكن أوهام، أو يمكن جار في العمارة تحت بيعمل حاجة. لكن الغريب إن في ريحة تراب طالع بريحة وحشة جدا، مالية الأوضة، ريحة زي ما تكون مقبرة مفتوحة. قمت أبص من الشباك. الأرض الفاضية اللي جنب العمارة كلها تلال تراب ملهاش أي استخدام. الليلة اللي بعدها وأنا قاعدة في الصالة، سمعت صوت خفيف، ضحكة طفل، ضحكة مكتومة طالعة من الأرض. جريت أدور في الشقة كلها، مفيش أي حد. وأنا بمسح الأرض لقيت شقوق صغيرة بدأت تظهر ما بين البلاط. اليوم اللي بعده وأنا خارجة الصبح، واحدة ست كبيرة من الجيران وقفتني وقالت لي: انتي لسه جديدة هنا؟ قلت لها: أيوة، بقالي يومين. قالت لي: خلي بالك من الشقة دي، العمارة كلها اتبنت فوق مقابر قديمة، اللي ساكنين تحت عمرهم ما بيرتاحوا لحد، وكل اللي سكن فوقيهم لازم يدفع التمن. سألتها بخوف: قصدك ايه يعني؟ قالت: هتعرفي قريب. ومشت من غير كلمة زيادة. رجعت البيت وانا قلبي بيخبط. حاولت اقنع نفسي ان دي خرافات، لكن الاحداث زادت. كنت سامعة بالليل حد بينادي اسمي من المطبخ: مي، مي. قمت مفزوعة، لقيتها حوض مليان مية سودة، ريحتها عفنة، مع ان المية كانت مقطوعة اصلا. مرة تانية وانا بدخل الأوضة، لقيت على الحيطة كلمة مكتوبة بالتراب: امشي. بدأت أشوف خيالات في المراية وفي البلكونة، كأن في حد بيراقبني طول الوقت. كنت بكتب يومياتي علشان أفهم ايه اللي بيحصل. بدأت أشك إن أنا بتجنن، لكن الحقيقة ظهرت يوم ما لقيت قطعة عظم صغيرة طالعة من شق في الأرض. كانت جمجمة لطفل. وقتها حسيت برعب عمري ما حسيت بيه قبل كده. قررت أسيب الشقة
جهزت شنطتي، ولما حاولت افتح الباب لقيته متقفل بالحديد من بره. جريت ناحية البلكونة. أول ما بصيت لتحت شفت أبشع منظر في حياتي. الأرض اللي جنب العمارة كلها مقابر مفتوحة، عظام وجماجم باينة، وصوت ناس بتصرخ من تحت التراب. ما كنتش قادرة أقف مكاني. رجعت جوه الشقة وأنا بصرخ، لقيت كل الحيطان بتتشقق وأنا واقفة، والتراب طلع يغطي الأرض، ومن الشقوق ديت طلع ايد سودا طويلة طلعت ومدت ايديها ناحيتي. على الحيطة ظهر كلام مكتوب بالتراب: انتي مننا دلوقتي. حاولت اصرخ، التراب كان بيغطي رجلي ويشدني لتحت. اخر حاجة شفتها صورتي، حسيت بيها كأنها متعلقة على الحيطة. ومن يومها محدش شافني تاني. يمكن حد تاني يسمع صوتي دلوقتي، يمكن انت اللي بتسمعني تكون الضحية اللي بعدي. الشقة دي مش شقة، الشقة دي مقبرة. ولو لقيت إعلان عن إيجار رخيص في عمارة قديمة افتكر كلامي، لأن مش كل باب بيتفتح يتقفل وراك بسلامة.